بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل عليكم. النهارده اشمعنى كل الناس بتفرز او بتفرزن خضار. انا قلت افرزن نوعين كده، وبعد كده ان شاء الله نبقى نكمل. بس قبل ما نبتدي حبايبي، يا ريت تشرفوني بالاشتراك واللايك. اشتركوا في القناة ولايك وشير لو الفيديو عجبكم. هقول لكم على طريقتي في تفريز البسلة. انا مش بسلق ولا احط ميه سخنه ولا ميه ساقعه ولا الكلام ده كله. انا بفصصها واغسلها كويس جدا وانشفها على فوطه حلوه، ما يبقاش فيها اي ميه. احط لها الجزر بتاعها وخلاص كده. دي طريقتي يا جماعه، وطريقه ناس كتير، يعني الطريقه دي اللي انا معتمداها على طول. في ناس كتير بتحطها في ميه وتطلعها وميه بملح وسكر والكلام ده كله. مش عارفه، انا بحسها ان ممكن في الفريزر تدبل او حاجه كده. انا ما جربتهاش بصراحه، يعني اللي جربها يقول لي اذا كانت طريقه حلوه ولا لا. هنا دي كمية بسلة حوالي 2 كيلو ونص. الكيلو ب20 جنيه يا جماعة، يعني في ب12 وفي ب15، بس قلنا عشان هي بتمشي فخلاص أكيد السعر الأقل هيبقى فاضية يعني. وهنا دول معايا حوالي 2 كيلو ونص وقلقاس. برضو أنا هعبي ده على كيسين وده على كيسين، لأن أنا عندي أكياس صغيرة في الفريزر، فبعبي الأكياس الكبيرة لأن لما بيكون عندي ناس أو عازمة حد وكده. تمام. هنا القلقاس لسه عايز السيزون بتاعه، بس هو قرب يمشي يعني. فتلاقي السكينة بتمشي فيه زي الحلاوة، حلو يعني. تمام. احنا بنقطعه بالطريقة دي قد ما ايدك تجيبك، يعني لان هي الواحدة كبيرة. القلقاس بيتغسل يا حبايبي، ما فيش حاجة اسمها قلقاس ما بيتغسلش، عشان انا مرة جربت ومش مش ما غسلتوش. لا بالعكس، انا غسلته نص غسلة وقلت اخليه شوية، يعني نستفيد اكيد المادة المخاطية دي ربنا خالقها، يعني ليها فوائد. بس بجد لا، لقيته بيبيض الشوربة، خلي الشوربة بيضة، لان انا بحب القلقاس غامق. احنا بنعمله بالسلق وكده والكزبرة، فبحبه غامق. لقيت لا هي يعني ما عملتش حاجة غير انها بيضت الشوربة بس، لان يعني في ناس ما بتغسلهوش خالص. فدي امزجة بقى، وكل واحد حسب ما هو متعود، بس انا بغسله كويس جدا كمان. هنا هنقطعه بنفس الطريقة دي، قطعه كيوبس بقى، مربعات صغيرة كده حسب انتي تقطيعتك، حبة كبير حبة صغير. انا بعمله وسط لانه ما بياخدش سوا يعني. هنا هنقطعه بنفس الطريقة دي زي ما قلت لكم. بفكركم باللايك والاشتراك يا حبايبي من فضلكم. ادي الكيوبس دي او المربعات او مكعبات صغيرة كده. تمام. بنفس الطريقة دي هنكمل الكمية كلها. انا مش ماليش في تفريز اللي هو من السنه للسنه يا جماعه، لا، طول ما الحاجه في السوق انا بحب اجيبها فريش اول باول. بس في حاجات بتمشي، فيبتدي الولاد يقولوا لك نفسي في البسله. طب البسله الفروزن اللي في السوبر ماركت ما بحبهاش بصراحه. انا ممكن اجيبها لو هعمل رز بالبسله والجزر، اللي هو الرز الصيني ده، لكن ما بحبهاش في الطبيخ بصراحه. آه، تمام. فممكن مش بفرزن كتير، لان انا كمان ما عنديش ديب فريزر، انا بعتمد على الفريزر بتاع التلاجة بس. فمش بحب اشيل كتير. احيانا بتبقي شايله ورق عنب او الكلام ده، تبصي تلاقي السيزون خلص وورق لا، او السيزون الجديد جه والخضار موجود زي ما هو، وانت لسه عندك في الفريزر. والحاجه كل ما بتقعد، لا ما تصدقوش ان الحاجه لما بتغيب قوي كده ما بيبقى لهاش طعم ولا ريحه. لا يا جماعه، الحاجه لما بتغيب بتتاثر برضو. المرة الجاية إن شاء الله نفرزن الفاصوليا قبل ما تمشي، نفرزن خرشوف سوا. نعمل سبانخ. أنا السبانخ ما عملتها قبل كده، فرزنتها معاكم في القناة، وطريقتي أنا فرزنتها لكم بطريقتين وقلت لكم أنهي أحسن معايا. لأن الطريقة اللي هي بتتعمل وهي نية دي كمان لا، ما نفعتش معايا خالص، طعمها بيغير خالص. عايزة تتاكل في نفس الأسبوع. لكن التانية دي بتقعد معايا شهور، ممكن اللي هي بدبلها في المية دي، في اللي مش في المية، بدبلها في حلة لوحدها، ممكن مع قطعة سمنة وممكن من غير أي حاجة خالص، بتدبل ما بتاخدش مكان في الفريزر، وفي نفس الوقت بيبقى طعمها أحلى. انت بس بتديها صدمة كده في الحلة. بس أنا هوريها لكم الطريقة، هي أصلا موجودة عندي في القناة، عملتها قبل كده.
هنا القلقاس زي ما اقول لكم بيتغسل يا جماعه، بيتغسل، انا بغسلاه بميه سخنه كمان، مش وكذا دور، وحطيته في مصفى. وهنا الجزر اتغسل واتنشف، والبسله برضو هتتغسل وتتنشف على فوطه نضيفه كده تشرب ميه كويس. تمام. انا والله خدتكم على الحوض عشان اكد لكم ان هو لازم يتغسل. تمام. وكل واحد وطريقته، انا الطريقه دي هي اللي بتريحني. طريقه اللي هو ما بيتغسلش دي لا، صعبه معايا. وكل واحد وطريقته يا جماعه وحسب التعود. تمام. هنشفه بقى، هصفيه الاول وانشفه. هنا عايزه اقول لكم حاجه، بس كوبايه الشاي اللي معرفتش اشربها دي، انا كل الحاجات دي بجيبها من السوبر ماركت. فوجئت بواحده صاحبتي بتقول لي الحاجات دي اسعارها اقل في اللي عند العطار. تمام. الرز البسمتي انا بجيب البرطمان ب 150 جنيه، هي جابته لي من عند العطار ب 80 جنيه. تمام. وعلى فكره حلو جدا، يعني انا بجيب نوع من السوبر ماركت احيانا بيبقى ريحته عامله زي الرش. وجايبه امبارح كيس عدس 400 جرام ب 65 جنيه تقريبا، ماركة الضحى تقريبا. و و400 جرام هي جابت لي النص ب 35 جنيه. تمام. دي بقى العجوه اللي انا بشتغل بيها. انا كل ده بس بوريه لكم علشان فرق الاسعار، وعلى ما الحاجه تتنقع شويه. لا سوري، انا غسلتها على ما تنشف يعني. دي العجوه اللي انا بشتغل بيها القراقيش والحاجات دي. هي برضو جابت لي كيلو، بصوا لونها فاتح وحلو ازاي. فانا عشان هحطها في التلاجة قطعتها كده، علشان لما اجي اطلعها ما تبقاش ماسكه في بعضها وما اعرفش اتعامل معاها. انتوا عارفين دي مجرد ما دخلت التلاجة خلاص مش هعرف اتعامل معاها. فكده لحد ربنا يسهل نعمل شويه قراقيش تانيين. تمام. اكتشفت لا ان الحاجه السايبه وبتبقى ارخص كتير، فرق سعر جامد يا جماعه. يعني لولا صاحبتي قالت لي ما كنتش خدت بالي من الموضوع ده. تمام. ادي اهو. احنا هنقفلها بطريقه الفاكيوم، هنحاول يعني نطلع منها الهواء. دي اهي البسله. انا عامله اكياس كبيره زي ما قلت لكم، علشان انا عندي اكياس صغيره في الفريزر، فاحيانا بيبقى فيه ناس يعني. تمام. اهو هنلفها كده نبرمها، ونيجي على حرف الكيس ونقفله، وبعدين آه نفردها كده. هي دي كميه الجزر، احنا بنحب فيها جزر كتير، فدايما الولاد يقولوا لي حطي جزر كتير. فتمام، احنا بنقفلها من على الحرف كده ونفردها، علشان لما تيجي تفكيها في الحله ما تبقاش مكلكعه وتاخد منك وقت كتير. تمام. هنقفل برضو كده زي ما بقول لكم بطريقه الفاكيوم. وان شاء الله لو حابين افرزن لكم حاجه تانية ابقوا قولوا لي، وانا ربنا يسهل ان شاء الله واحاول اعملها تاني. وانا زي ما قلت لكم القلقاس بتبقى نتيجته حلوه معايا. السبانخ الخرشوف، لان ما بحبش اللي بيتجاب من السوق متنضف جاهز، ده بيبقى لونه ابيض قوي ما بيسودش. فده بعرف ان هو عليه اي ماده مش حلوه، يعني ماده حافظه، ماده مش عارفه، المهم بيبقى عليه حاجه مش حلوه بتخليه لونه ابيض زياده عن اللزوم كده وما بيسودش. هنا برضو القلقاس اهو نفس الكميه، لان انا عندي زي ما قلت لكم حبه صغيرين في الفريزر، حبات صغيره. هنا في طريقه بقى عايزه اقول لكم عليها، ده سلق وكزبره، انا بطحنهم الاتنين على بعض، بطحنه وهو ني. تمام. وبحط الميه، بصفي ميته لوحدها، والخشن بحطه لوحده. تمام. الميه لما بتيجي تسوي القلقاس بتحطيها على القلقاس، والخشن بتحمريه. ده انا بقول لكم ان هو ممكن تحطيه كده علشان ما يتوهش منك في الفريزر، وتبقي عارفه ان ده سلق وكزبره. بس انا هطلعه لان انا مطلعاه من كيس تاني في الفريزر، انا بس بوريكم الطريقه. تمام. او احنا نبرم في الكيس كده من تحت خالص يعني، وبعدين تبتدي توسعي له وتربطيه من على الحرف، نعمل زي طريقة الفاكيوم بالظبط. انتوا هتلاحظوا ان هو الكيس شفط الهواء. تمام. الحاجات دي بتنفع يا جماعة، مش لازم يعني نفضل نفرزن لحد القلقاس الجديد ما يطلع، لا، بس ممكن انتي مزنوقة، آه،
يعني ممكن يبقى لسه القلقاس في السوق، بس أنا مزنوقة، لأ مستعجلة، مش عايزة أنضّف ومش عايزة أقطّع، وده اللي بيحصل معايا كتير على فكرة، بيبقى لسه القلقاس في السوق أو البسلة في السوق وأنا أطلّع من اللي في الفريزر، بتسعف بقى. بصل، قطّعي بصل، أنا جرّبت تقطيع البصل وقفلت عليه كويس وحطيته في الفريزر. الحاجات دي بتسعف معاكِ لو أنتِ قايمة ومش قادرة بقى لسه هاقطّع واغسل والكلام ده كلّه، خصوصًا إن القلقاس بياخد غلبة يعني في التنضيف. فسهّلي على نَفْسِك، مش لازم أفرزن للسَنة الجديدة لحد القلقاس ما يطلع، لا، لأ عادي، ممكن القلقاس يبقى لسه في السوق وتستخدميه عادي، أنتِ النهارده هاتغدّى بيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا جماعة، ويا رب اللايك والاشتراك ما تنسوش. ودي كانت تفريزاتنا النهارده. هو الفيديو خلص معاكم بسرعة، بس أنا قعدت أفصفص في البسلة ياما. بس أنتِ ممكن تجيبي كيلو، كيلو على فكرة، حسب كمية بتاعة الوجبة بتاعتِك. شكرًا يا حبايبي وباي باي.